هنعمل مع بعض النهاردة البراون توست بدقيق الحبة الكاملة، وبعتذر لكل حبايبي اللي طلبوه مني، عارفة إني اتأخرت عليكم. ويلا بينا نبدأ عشان ما نضيعش وقت. هنجيب نص كيلو دقيق 500 جرام، ونتأكد إنه من نوع الحبة الكاملة، وكوبايتين مية دافيين 400 ملي، وهنضيف كوباية منهم معلقة كبيرة خميرة فورية ومعلقة سكر كبيرة، ونقلب كويس ونسيبها 5 دقايق لحد ما تخمر. هننزل بالدقيق بتاعنا ببولة وعليهم معلقة ملح كبيرة ونص معلقة بيكنج باودر ونقلبهم كويس. دلوقتي هننزل بالمية اللي فيها الخميرة بعد ما خمرت، ونعجنها كويس قوي لمدة 5 دقايق، ونضيف كوباية المية التانية بتاعتنا وعليها معلقة خل ومعلقة عسل أسود ونعجن. وأثناء العجن نضيف ربع كوباية زبدة أو زيت زيتون أو الزيت اللي تحبوه، ونعجن كويس قوي 5 دقايق كمان لحد ما العجينة تبقى معانا طرية وخفيفة. هننزل بالعجينة بتاعتنا في قالب التوست ونفردها بنقطة زيت بإيدينا عشان كلها تبقى بنفس الشكل ومتساوية، وممكن كمان نزينها برشة شوفان أو حبوب عباد الشمس حسب الرغبة. هنغطي القالب بتاعنا بكيس مدهون زيت ونغطيهم بقطعة قماش ونسيبها تخمر ساعة في مكان دافي، والأهم إنها ما تتعرضش الهواء. ودلوقتي بعد ما خمرت زي ما انتوا شايفين، هندخلها فرن تكون درجة حرارته 75، وهنسيبها 35 دقيقة ونطلعها تبرد، ونقطعها بعد ما تبرد خالص بالحجم والسمك اللي احنا عايزينه. وبالهنا والشفا.